ما هي المرحلات ذات الحالة الصلبة وأين تستخدم؟ عمرك فكرت إزاي إشارة كهربائية صغيرة جدا وصعب تلاحظها ممكن تشغل موتور ضخم أو تسخن فرن صناعي بيستهلك آلاف الواطات من غير ما تسمع حتى صوت طقة؟ إزاي ممكن نتحكم في آلات تقيلة بنفس الدقة إن الكمبيوتر بيعالج بيها ضغطة الماوس ومن غير ما أي جزء ميكانيكي يتحرك جوه المفتاح؟ في فيديو النهاردة هنتعمق في عالم الريلي ذات الحالة الصلبة اللي معروفة بالاختصار SSR من الإنجليزي Solid State Relay. لو فتحت لوحة كهرباء قديمة قبل كده غالبا سمعت الصوت المميز بتاع التقة كل مرة لمبة بتنور أو موتور بيشتغل. بس ليه الصوت ده بقى بيختفي من المصانع والأجهزة الحديثة؟ إيه اللي اتغير في طريقة إدارتنا للكهرباء علشان نقدر نستغني عن الأجزاء المتحركة؟ عشان نفهم ده لازم نفهم إن الهندسة دايما بتدور على الكفاءة وطول العمر، وريلي الحالة الصلبة هو قمة التطور ده في التحكم في القدرة. بس قبل ما نتكلم عن التكنولوجيا الحالية، انت عارف امتى القصة دي بدأت؟ وعلى قد ما الموضوع يبان انه تكنولوجيا من المستقبل، الا ان ريليه الحالة الصلبة اتخترع سنة 1971 على ايد شركة كريدون كنترولز. في الوقت ده كان العالم بيعتمد تقريبا بشكل كامل على الريلي الكهروميكانيكي اللي بيشتغل زي المفاتيح اللي بتشتغل بمغناطيس كهربائي. تخيل ملف صغير بياخد طاقة بيعمل مجال مغناطيسي ويسحب رفعة معدنية عشان يقفل الدايرة. الموضوع بسيط جدا مش كده؟ بس لو قلتلك ان الحركة الفيزيائية دي حتى لو كانت بسيطة جدا هي أكبر عدو لعمر النظام الكهربائي، وعشان يتخلصوا من نقطة الضعف دي مهندسين كريدون دوروا على حل معتمد بالكامل على أشباه الموصلات. السؤال الكبير اللي بيجي دلوقتي هو لو مفيش ذراع فعلي بتتحرك ازاي الريلي يقدر يقفل الدائرة ويسمح للتيار يعدي؟ الإجابة موجودة في فيزياء أشباه الموصلات. على عكس الريلي التقليدي ال SSR بيستخدم مكونات زي الترياك أو الثيرستر أو الموسفيت. تخيل المكونات دي زي بوابات إلكترونية ما بتتفتحش غير لما تستقبل أمر محدد جدا. بس هنا بيجي تفصيلة هندسية مدهشة. ازاي نضمن ان الجهد العالي اللي بيتحكموا فيه ما يرجعش يتسرب للكمبيوتر او الحساس اللي بيبعت الامر؟ لو كان في اتصال مباشر فعلي اي قصر في الحمل ممكن يحرق كل الالكترونيات اللي تتحكم فيها في لحظة. طيب ازاي المهندسين حلوا المشكلة دي بتاعت الامان؟ الحل كان انيق وبيستخدم الضوء كوسيلة لنقل الاشارة عن طريق مكون اسمه الاوبتو اكوبلر. جوه الريلي الحالة الصلبة الإشارة اللي جاية بقدرة قليلة من الكنترولر بتاعك بتنور ليد صغير من جوه. في الناحية التانية جوه نفس الغلاف في حساس ضوئي بيشوف النور ده، ولما يكتشفه بيسمح للتيار الرئيسي يعدي من خلال أشباه موصلات القدرة. مفيش أسلاك بتوصل المدخل بالمخرج، في بس شعاع نور بيعدي من خلال مساحة صغيرة جدا. ده بيخلق اللي بنسميه العزل الجلفاني. عشان كده تقدر تتحكم في سخان 220 فولت بقوة آلاف الواطات باستخدام طاقة بسيطة من منفذ USB ب5 فولت وبأمان تام. تقدر تتخيل مستوى الحماية اللي ده بيضيفه لأنظمة الأتمتة؟ دلوقتي أكيد بتسأل نفسك لو ال SSR جامد كده ليه لسه بنستخدم الريلي القديمة اللي بتعمل صوت طقة؟ عشان نفهم ده لازم نقارن بين التقنيتين. الريلي الكهروميكانيكي زي عربية الفولكس بيتل القديمة، قوي رخيص وسهل الفهم بس بيعاني من التآكل مع الوقت. كل مرة نقاط التلامس المعدنية بتلمس بعض أو بتبعد عن بعض بيحصل شرارة صغيرة ودي اسمها القوس الكهربائي. مع الوقت الشرارة دي بتخلي المعدن يتفحم وده بيزود المقاومة وفي الآخر بيلحم نقاط التلامس في بعض أو بيمنع مرور التيار. أما الريلي الحالة الصلبة عشان ما فيهوش أجزاء متحركة مش بيطلع شرارات ومش بيتعرض لتآكل ميكانيكي وبيقدر يشتغل ويفصل ملايين المرات من غير ما يفقد كفاءته. بس يا ترى هو مثالي في كل الحالات؟
النقطة المهمة اللي لازم نفهمها هي كفاءة استهلاك الطاقة والحرارة. في الريلي الحالة الصلبة أشباه موصلات بتقدم مقاومة صغيرة لمرور الكهرباء، مع إنها صغيرة لكن لما بنمرر تيار عالي المقاومة دي بتولد حرارة. عشان كده لو بصيت على SSR في مصنع هتلاقيه تقريبا دايما راكب على قطعة ألومنيوم مليانة زعانف، ودي بنسميها مشتت حرارة. من غير المشتت ده المكون ممكن يسخن زيادة ويبوظ. يعني في حين ان الريلي الكهروميكانيكي محدود بالسرعة والتآكل، الريلي الحالة الصلبة محدود اساسا بقدرته على تشتيت الحرارة. دلوقتي في رأيك اي من القيود دي اسهل في التعامل معاها في تصميم هندسي؟ في انواع مختلفة من موديلات الريلي الحالة الصلبة حسب الاحتياجات المختلفة، ومعرفة اختيار النوع الصح حاجة اساسية. عندنا موديلات التيار المتردد اللي فيها إشارة تيار متردد بتتحكم في حمل برضو تيار متردد، وفي موديلات التيار المستمر ودي مثالية لأنظمة البطاريات والإلكترونيات الرقمية، وكمان في موديلات تيار متردد تيار مستمر. كمان في ميزة رائعة في بعض الريلي الحالة الصلبة اسمها العبور الصفري أو الزيرو كروس. تخيل موجة التيار المتردد وهي بتطلع وتنزل 60 مرة في الثانية. الريلي الحالة الصلبة الذكي بيستنى اللحظة بالظبط اللي الجهد فيها بيعدي نقطة الصفر عشان يشغل الحمل. ده بيمنع حدوث ارتفاعات مفاجئة في الطاقة والتشويش الكهرومغناطيسي اللي ممكن يأثر على أجهزة تانية. عمرك لاحظت إزاي بعض اللمبات بتقعد تومض أو الأجهزة بتطلع صوت لما موتور بيشتغل قريب منهم؟ ال SSR اللي فيه خاصية العبور عند الصفر بيقضي تقريبا على المشكلة دي. وفين بنشوف المكونات دي في الواقع العملي؟ التطبيقات بتاعتها كتير جدا وقريبة منك أكتر مما تتخيل. في الصناعة هي أساسية في التحكم في درجة حرارة الأفران وماكينات حقن البلاستيك. بما إن العمليات دي بتحتاج إن عنصر التسخين يشتغل ويفصل باستمرار عشان يحافظ على درجة حرارة دقيقة، الريلي الميكانيكي مش هيستحمل غير كام يوم وهيبوظ، لكن ال SSR بيشتغل سنين. في الأتمتة المنزلية بيسمحوا إن اللمبات بتتخفض إضاءتها أو تتعلي بسلاسة وهدوء. حتى في الطبقات ثلاثية الأبعاد عالية الدقة بيتم استخدام الريلي الحالة الصلبة عشان يتحكم في تسخين الطاولة، وده بيضمن إن درجة الحرارة ما تتغيرش ولا حتى درجة واحدة أثناء الطباعة. من غير السرعة دي في الاستجابة الدقة اللي عندنا النهاردة في التصنيع كانت هتكون مستحيلة. أنا اشتريت الريلي الحالة الصلبة ده عشان أتحكم في سخان كهربائي، وكنت محتاجه يكون قوي ويقدر يشتغل ويفصل بسلاسة، وكل ده عشان الأتمتة المنزلية. يعني كأني عايز أشغل وطفي سخان الدش من الموبايل. كتير قالوا لي أستخدم جهاز تاني اسمه الكونتاكتور، بس زي الريلي العادي هو كمان بيستخدم نظام كهروميكانيكي، والنظام ده في الآخر بوظلي نظام الأتمتة بتاعي اللي كان حساس جدا مع التشغيل والإيقاف. من ناحية الأمان ريلي الحالة الصلبة بيوفر مميزات لا تقارن في الأماكن الخطرة. بما إنه مفيش شرارات داخلية فهي مثالية للاستخدام في الأماكن اللي فيها غازات قابلة للاشتعال أو غبار قابل للاحتراق، واللي أي شرارة من ريلي عادي ممكن تسبب انفجار. كمان التشغيل الصامت ميزة كبيرة في المستشفيات أو استوديوهات التسجيل أو المكاتب، لأن صوت الطقطقة المستمر هيكون إزعاج غير مقبول. لو وصلت لحد هنا وعجبك الفيديو اشترك في القناة لو لسه مش مشترك، وحط لايك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو شايف ان المحتوى بتاعنا مفيد فكر تبقى عضو معانا عشان تساعدنا نكمل وننتج محتوى على المنصة ويتم ذكر اسمك في فيديوهاتنا. ولو حابب تعرف اكتر عن الكورسات اللي بنرشحها امسح الQR كود اللي جنبك او ادخل على اللينك في وصف الفيديو عشان تلاقي فرص كتير تطور بيها مهاراتك وتفرق في شغلك. وانت كنت تعرف الفرق بين الريلي العادي وريلي الحالة الصلبة؟ حصل معاك قبل كده مشكلة في أجهزة وقفت عن الشغل بسبب تآكل الريلي الميكانيكي؟ سيب لنا في التعليقات تجربتك، أو لو شفت قبل كده المشتتات الحرارية العملاقة دي في أي جهاز بيستخدم ريلي الحالة الصلبة. هنا جنبك في خيارين لفيديوهات مهمة لازم تتفرج عليهم عشان توسع معرفتك وتشبع فضولك. ولو حابب تدعمنا اعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس وفكر تبقى عضو في القناة. بس كده يا عشاق الهندسة، تحياتي بيكم واشوفكم في الفيديو الجاي.